الجزائري عن طريق أبو داوي في لمسة تمريرة إلى بغداد، ولا أروع. عمورة راح تقدم، فرصة جزائرية خطيرة تأتي. بوداوي يا عيني، يوه الله 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 الله، هذا سحر. رياض محرز من بدري يسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري بعد هجمة منظمة وبعد عمل منظم. المنتخب الجزائري يسجل الهدف الأول. المحاربون لا يتأخرون، وفي الأمر حلم لا يتأخر الجزائر عن السيناء في كتابة التاريخ. من بغداد إلى عمورة، من عمورة إلى بوداوي بالكعب يا عيني. رياض محرز هنا بالتسديد بذكريات ما فعله في القاهرة، بذكريات ما فعله في مصر. رياض محرز السحار يبقى ساحرا على الدوام. رياض محرز وأول أهداف المنتخب الجزائري في هذا اللقاء. الجزائر هدف، السودان لا شيء. إذا بداية قوية جدا للمنتخب الجزائري. أنا قلت في بداية هذا اللقاء أن الجزائر والجمهور الجزائري يفتش عن الثالثة ويبحث عن الثالثة، وأن ما تحولت عن طريق جوباك خاطئة. بعد ذلك تقدم عمورة عند كرة، يا سلام يا سلام، الله الله الله، يا له من جمال، يا له من دلال. هذا الجزائري من جديد يعانق الخيال بكرة ولا أروع عن طريق عمورة في نقلة جميلة. بعد ذلك رياض وللأهداف بقية، رياض وللسحر بقية. الجزائري هنا عمورة، يا عيني يا عيني يا عيني على اللمسة، يا عيني على التمريرة من جانب عمورة، وصلت إلى رياض بهذا الشكل. إنها اللقطة الإبداعية، إنها التمريرة الساحرة عن طريق عمورة إلى رياض يسجل 8 أهدافه في تاريخ البطولة. نعم، بالغالي وصول. بعد ذلك في اليسار محاولة جزائرية عرضية داخل منطقة الجزاء. بغداد موجه بالراسية، والثالث، الهدف الثالث. نعم، الهدف الثالث من إبراهيم عزاب. إبراهيم عزاب يكمل الثلاثية الجزائرية هنا في الشباك السودانية. إبراهيم بكرة بغداد. الجزائر 3، السودان لا شيء. هكذا أصبحت الأمور، هكذا سارت الأمور، ولسان حال المحاربين. استعد يا إفريقيا، لقد عاد المحاربون. استعد يا إفريقيا، لقد عاد أخضر الجزائر. بكرة بلمسة من بغداد إلى إبراهيم عزاب في شباك الحارس موجد النيل. 3 أهداف للجزائر لا شيء للسودان. ثلاثية جزائرية. إبراهيم عزاب في شباك مرمى الحارس موجد النيل. الهدف الثالث للمنتخب الجزائري، وكأنه إعلان أن الجزائر